السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. النهارده هعمل معاكم وصفه حلوه جدا، وصفه سهله، مش هطول عليكم، بس انا حابه ان انا اتكلم في نقطه واحده. طبعا الحمد لله ان قناتي واقعه خالص، مفيش مشاهده، مفيش اي حاجه يعني ان هي ترفع من الفيديوهات. طبعا مفيش شير، مفيش لايك، مفيش كومنت حلو، مفيش اشتراكات غير فين وفين لما بيجيلي اشتراك. انا مش عارفه ايه السبب، مع ان الفيديوهات بتاعتي كويسه جدا والوصفات بتاعتي ناجحه جدا، لاني انا ما بنزلش الوصفه على طول، انا لازم اجربها الاول عشان انزلها، عشان يبقى في مصداقيه. رجاء منكم دعموني، قولوا لي رايكم، جربوا الوصفه واكتبوا لي في كومنت حلو منكم، لان هي عمرها ما تنجح غير بوقفتكم معايا. انا نفسي احقق الشروط، نفسي ان فيديوهاتي تترفع. لايك يا جماعه بالله عليكم، اللايك بيفرق، اللايك بيفرق جدا وبيرفع الفيديو بتاعي مش هيكمل معاكي 7 دقايق 8 دقايق. رجاء منكي شوفي، يعني رجاء منكي شوفي للاخر، مش تخسري حاجه. في فيديوهات كتيره جدا وفي قنوات كتيره جدا بتعمل حاجات ما بنستفادش منها حاجه، ورغم كذلك سبحان الله، يعني انا مش عارفه هي المشكله في ايه. هو احنا لما نتكلم في خصوصياتنا، او نتكلم في الحاجات اللي تخصنا، او نتكلم في مشكله او فضيحه، اعوذ بالله، ده اللي بينفع وده اللي بيجيب مشاهده. لكن لما تكون الست مثلا بتعمل محتوى محترم، بتعمل محتوى يفيدك ويفيد غيرك، للاسف ده معلهوش اقبال. ليه؟ انا مش فاهمه. عامه طالبه منكم الدعم، طالبه منكم المشاركه للفيديو، طالبه منكم ان انتوا تدعموني. شوفوا فيديو التورته وارجعوا له تاني وشوفوا الوصفه حلوه، وصفه سهله، وصفه امكانياتها بسيطه جدا، والنتيجه منتهى الجمال ومبهره جدا، لان الحاجه بره غاليه جدا. انا عاملاها لك بطريقه بسيطه، بطريقه تديكي نتيجه كويسه، هتخلي اللي حواليكي يعني يستغربوا انت عامله دي ازاي، لان الوصفه ناجحه ومعتمده من سنين. هنبدا كده ونقول بسم الله. انا جبت كده خضار، فلفل، قوطه، بصل، توم، قطعت كل ده طرنشات، وجبت كيلو بطاطس قطعته مكعبات صغيره زي ما انتم شايفين كده. هحط كل الخضار اللي انا قطعته معايا ده على البطاطس وهقلبهم كويس. البهارات بتاعتي طبعا تقدر تستغني عن الفلفل الحراق لو انت عايزه. البهارات بتاعتي فلفل اسمر، فلفل اسمر، ملح، كمون، بابريكا، حبه كركم صغيرين جدا مش كتير. عندك صلصه تقدري تحطي صلصه، انا مش حابه ان انا اضرب قوطه في الخلاط، انا عايزاها كده الخضار يبقى معايا سليم. وجبت معاها كيلو دبابيس، الكيلو كان عامل 80 جنيه. الدبابيس دي وسط، ولا كبيره ولا صغيره. غسلتها كويس وصفيتها، وجبت صينيه حطيت فيها معلقه زيت ومعلقه سمنه. الوصفه بتاعتنا بتبدا من هنا. هشوح الاول الدبابيس بتاعتي في الزيت وفي السمنه لحد ما يدوا وش ذهبي من فوق ومن تحت. انا هديها الصدمه دي زي ما انتم شايفين، وهبتدي هطلعها وهركنها على جنب. انا كده تمام، استكفيت بالصدمه بتاعتي دي. طبعا معلقه سمنه ومعلقه زيت هحطهم على جنب، وهبتدي ان انا هجيب الخضار بتاعي وهشوحه مع مع السمنه والزيت ده. وطبعا هي نزلت فيها مرقه الفراخ، المرقه بتاعه الدسم بتاع الدبابيس، فانا هستكفى بالطعم ده. طبعا انا تبلت كل الخضار وركنته على جنب لحد ما خلصت تشويح الوراك او الدبابيس بتاعتي. هقلبهم كويس قوي لحد ما الخضار يبتدي يدبل معايا حاجات بسيطه. الوصفه دي ما بتاخدش معاكي وقت نهائيا. طبعا انا كنت حاطه كل البهارات بتاعتي. الميه اللي انا خدتها اللي صفيتها منها الخضار انا مش هرميها، انا هعمل بيها ايه وهقول لكم، تابعوني عشان تعرفوا الميه دي انا هعمل بيها ايه. هقلب كده كويس. طبعا كل ده على نار عاليه، انا مش عايزه نار هاديه، لان انا مش عايزه ميه تنزل من الخضار، انا عايزه التشويحه ان هو ياخد صدمه، سواء في الزفر اللي حطيته او في الخضار. طبعا هي دي الميه اللي انا صفيت منها الخضار. هبتدي اجيب الدبابيس اللي انا شوحتها في الاول واحطها عليها، واحط معاها فلفل اسمر، اظبط الملح بتاعها. دي دي المرقه اللي كانت نازله من الدبابيس اللي حطيتها، اللي كانت في الطبق. وهقلبهم كويس. طبعا حطيت حبه فلفل اسمر وحبه ملح صغيرين، حابه تحطي شطه اللي يريحك. وهقلبهم برضو كلهم كويس. طبعا توم باودر، ملح، بصل باودر، في عندك بهارات فراخ تقدري تحطي، في عندك ماجي تقدري برضو تحطي. هقلبهم كويس قوي في الميه بتاعه الخضار، وهرجع بيه تاني كله على الصينيه بتاعتي على النار.
تابعوني عشان تعرفوا الوصفة وتعرفوا الطريقة عاملة ازاي. الطريقة سهلة وبأقل مما يمكن عندك. يعني انتي الخضار اللي عندك تقدري تحطيه، ممكن تحطي جزر، عندك جزر تقدري تحطي جزر. طبعا احنا حاطين فلفل وبصل وتوم وقوطة. انا بقى رجعت بالدبابيس، حطيتهم على الصينية زي ما انتوا شايفين بالمية بكل اللي كان فيها، وهبتدي اخدهم غلوة واحدة، مش غلوتين او 3، لا هي غلوة واحدة يا دوبك زي ما انتوا شايفين كده، وهغطيها وادخلها الفرن. طبعا كلنا عارفين التسوية، اول ما البطاطس تستوي هي كده كده الفراخ يعتبر خدت صدمة، الدبابيس بتاعتي خدت صدمة، وهبتدي ان انا هكمل سواها في الفرن. انا غطيتها ودخلتها الفرن، مجرد ما استوت رحت مولعه الشوايه من فوق، خدت لون، وكانت النتيجه الدبابيس دايبه دوب، والله دايبه دوب. بصوا السائل ده اللي نازل منها، انا ما حطيتش ميه، هي الميه بتاعت الخضار. انتي بقى تقدري تعمليها مع طبق رز بشعريه او رز محمر اللي موجود عندك. سهل، اكله سهله جدا، اكله يوم واحد. تقدري تستخدمي اقل من كده لو انتوا عددكم اقل من يعني اقل من عددي مثلا، تقدري تستخدمي الكميه اللي انت عايزاها. دي كانت الوصفه بتاعتي النهارده، ولو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناه. طبعا انا كده بقى رحت حاطه الرز في طبق، وببتدي ان انا اكل واوريكم شكلها تحفه وطعمها كان في منتهى الجمال. جربي الوصفه مش هتندمي، لان انا ما بنزلش اي وصفه غير لما اكون مجرباها في البيت. حاجه سهله، حاجه سريعه، ما بتاخدش معاكي وقت في الحر اللي احنا فيه ده. طبعا احنا في الظروف دي بندور على اي حاجة سهلة عشان ما نقفش كتير في المطبخ. شكرا ليكم ولمتابعتكم، وما تنسونيش باللايك والدعم والاشتراك. سلام عليكم.